في ناس فاكره ان الكلى بتبوظ فجاه او انك انت تعمل حادثه كبيره جدا علشان الكلى يحصل فيها مشكله، لكن الكلى هي من الاعضاء اللي ممكن تموت تاتا تاتا واحده واحده بسبب حاجات بسيطه جدا حضرتك بتعملها كل يوم. اول حاجه هي المسكنات اللي بتتاخد من غير حساب ولا بنصيحه الدكتور ولا حتى وعي باي حاجه. معلش اصل انا تعبان عندي صداع، عايز افهمك ان المسكن بيقفل لك شرايين دقيقه جدا في الكلى، ومع الوقت الكلى بتخسر قدرتها على الفلتره من غير ما حضرتك تحس باي الم. على الاقل روح خد راي الدكتور وقول له جرعه المسكن اللي انا عايز اخده ده يا دكتور جرعته كام حبايه في اليوم. تاني حاجه وهي اغرب حاجه بالنسبه لي انا كنت قابلتها في شغلي، وهي ان المريض يجي يقول انا ما بشربش ميه. يعني ايه حضرتك ما بتشربش ميه؟ يعني ايه؟ انا ما كنتش فاهم الكلمه دي، وما كنتش مستوعب اصلا ان في ناس ما بيشربوش ميه. انا ما اقصدش ان هو يشرب ازازه لتر في الميه في اليوم، انا في ناس قابلتها ما بيشربش غير كوبايه ميه في اليوم، بيقول لي ببقى عايز ارجع لو شربتها. ممكن اشرب عصاير لكن اشرب ميه لا. فكان رد عليه بكل بساطه، قلت له كام واحد في بيتك اللي هو عيلتك اللي هو باباك مامتك اخواتك، كام واحد عنده حصوات في الكلى وبياخد علاج ليها؟ قال لي انا عندي حصوات في الكلى ووالدي ووالدتي وتقريبا اختي وعمي. قعد يعد لي العيله كلها علشان ببساطه حضراتكم ما بتشربوش ميه وبالنسبه لكم الميه دي حاجه كده ثانويه. فقال لي يا دكتور انا لسه ما بتروحش ليها. فصاحبه كان قاعد معاه وقال له انت ما بتحسش بالعطش؟ فقال له لا لا خالص. عايز افهمك انك انت ممكن تحس بشعور الجوع وانت في الواقع عطشان، ودي حاجه بتحصل مع كل الناس. طيب ايه خطوره انك ما تشربش ميه على الكلى؟ بص، الكلى كل اللي هي محتاجاه منك هو تدفق دم ثابت، وقله الميه بتخلي الدم تقيل والفلتره ابطا، وبناء عليه السموم هتقعد اكتر جوه جسمك. تالت حاجه معانا وهي الاعشاب والخلطات اللي بتتعمل لرد الحبيب وقلب المطلقه وعلشان الطفل يعرف يتكلم بدري. خلطات عجيبه محدش بيسمع عنها، ولما نيجي نتناقش مع اي شخص فيقول لك كلمه بسيطه جدا، يا دكتور دي حاجه طبيعيه، دي حاجه ده ربنا خلقها لنا. يا حبيبي ربنا خلق لنا كل حاجه، بس انت ما ينفعش كل يوم تقعد تاكل فراخ لانك لو كل يوم كلت فراخ هتتعب برضه. لو خدت من حاجه معينه بجرعات عاليه خلال يوم وباستمرار خلال ايام هيسبب لك مشكله. ده غير اصلا ان في اعشاب معينه بتعمل مشاكل في الكلى مباشره وبتبوظ الانابيب الدقيقه جدا في الكلى وتعمل لك فشل كلوي مزمن وبرضه من غير اي اعراض. رابع حاجه وهو الضغط العالي ومعهم المرضى المسكرين اللي هم عندهم السكر. ناس كتير بيهملوا المتابعه وبياخدوا الدواء وخلاص وهم مسلكين في حياتنا والحياه بسيطه واحنا مش تعبانين. هيحصل ايه؟ عايز افهمك ان الضغط العالي بيكسر الاوعيه الدقيقه جدا في الكلى واحده واحده لحد ما الكلى بتفقد وظيفتها. والسكر ما بيأثرش على الكلى والاعصاب فقط لا غير، السكر العالي بيبوظ فلتر الكلى بذات نفسه وبيعمل تسرب للبروتين في البول. وخلي بالك ده اول انذار بيظهر معنا وبيظهر في البول، وكل سنه لازم تطمن على نفسك وتعمل تحليل بول سهل جدا ورخيص جدا ب 30 جنيه. بس خدها بالمره زي بما ان احنا فتحنا موضوع التحليل، واعمل معاها تحليل بول وبراز كل سنه. لو صحتك سليمه وزي الفل مفيش مشكله، هتعمل ب 80 جنيه ولا ب 100 جنيه وهتطمن على نفسك. المشكله الحقيقيه مع الكلى انها ما بتوجعش ما بتشتكيش، عامله زي الست اللي اتجوزت راجل سيء جدا وقالت خلاص انا هعيش للعيال واربي العيال، ولما العيال اتجوزوا وخلاص اطمنت عليهم قالت طلقني مره واحده كده. طب اديله تمهيد قول له بعد سنه هطلب منك الطلاق، خلي بالك مش ممكن يتحسن، ممكن يحسن من اخلاقه. لا، لما بتاخد بالك ان الكلى تعبت بتكون الدنيا اتاخرت خلاص. لا لا، ما خدتش بالك ليه؟ باقي لي 30 سنه معاك ما خدتش بالك غير النهارده ان انا غالي عليك؟ امال كنت بتاخد مسكنات كتير ليه؟ بتنسى تشرب ميه ليه؟ لما كان ضغطك وسكرك مش مظبوطين وانت عارف انك انت بتعك ما رجعتش للدكتور ليه؟ وازاي تمشي على دواء ضغط وسكر 7 8 10 سنين من غير ما تغيره ولا ترجع تتابع مع الدكتور؟ كنت بتشرب خلطات اعشاب الست اللي قاعده على اول الشارع هي اللي قايله لك عليها ليه؟ بتنسى تشرب ميه ليه؟ وانا طول اليوم افلتر لك واغسل لك واحمل العيال واربي العيال وادي العيال المدرسه واجيبهم من المدرسه؟ لا انا زهقت خلاص خلصت. هتطلق يعني هتطلق. معاكم الدكتور ابراهيم عادل وربنا يحميكم ويحفظكم.